إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. سلام المسيح مع الجميع. النهاردة هنتكلم عن نص في الصلاة الربانية بيدعي البعض إنه محرف، فتابع للنهاية. قبل ما نبدأ ادعمنا بلايك وشير للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتب لنا في التعليقات رأيك وقول لنا ايه المحتوى اللي عايزنا نناقشه في الفيديوهات القادمة. ولو انت مشاهد جديد ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة. وخلونا نبدأ مباشرة. في متى 6:13 المسيح قال في ختام الصلاة الربانية: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. العبارة المظللة باللون الأزرق اللي هي دي اسمها الزوكسولوجية. البعض بيقول إنها مضافة ومحرفة. إحنا عندنا أدلة الإثبات دي، كل المخطوطات اللي فيها نص الزوكسولوجية اللي هي لك القوة والمجد إلى الأبد آمين. يعني عندنا كل مخطوطات النص البيزنطي، كل مخطوطات كتب القراءات الكنسية ما عدا واحدة. ومن الترجمات القديمة عندنا اللاتينية القديمة، السريانية البسيطة، السريانية الهرقلية، السريانية الفلسطينية، القبطية البحيرية والقبطية الصعيدية، الترجمة القوطية، الترجمة الأرمنية، الترجمة الإثيوبية، الترجمة الجورجية، الترجمة السلافية. كل دي مخطوطات يوناني ومخطوطات من كتب القراءات الكنسية، يعني الكنيسة بتصلي بيها، تتعبد بيها. ودي ترجمات قديمة ما بين لاتيني وسرياني وأرامي وقبطي. كل دي بتحتوي على نص الزوكسولوجية اللي هي لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. كمان عندنا النص موجود في مخطوطة واشنطن، ده النص المظلل بالأصفر، هو نص الزوكسولوجية اللي قاله المسيح: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. ده بالنسبة للمخطوطات. خلوني أدي برضو شوية مراجع على أصالة النص ده. نروح لكتاب الإنجيل بحسب القديس متى، دراسة وتفسير وشرح للأب متى المسكين. بيقول لنا تعليق على نص الزوكسولوجية، وتعليق مهم جدا بيتوجع منه المشككين وبيحاولوا يهربوا منه. بيقول الأب متى المسكين في صفحة 277، بيقول: الختام لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين وجدت في كثير من المخطوطات القديمة وسجلتها الديداخي، وهي من بداية القرن الثاني. وأنا هاجي لاقتباس الديداخي بعد شوية. المهم إن هو بيقول إنها وجدت في كثير من المخطوطات القديمة. وبعدين بيكمل في نفس المرجع في صفحة 278، الصفحة التالية مباشرة: ومعمول بها في الكنيسة في أقدم الليتروجيات. يعني الكنيسة منذ بدايتها وهي تصلي الصلاة الربانية بهذا الشكل، وبتختم الصلاة بعبارة: أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. طيب خلونا نروح لاقتباس الديداخي. احنا شفنا كلام الأب متى المسكين، نروح لاقتباس الديداخي في كتاب قانون الإيمان للرسل للقمص تدرس يعقوب ملطي. عرض نص الديداخي واتكلم عن مقدمة عن نص الديداخي. في صفحة 33 بيقول: بل كما أمر الرب في إنجيله صلوا هكذا. بعدين بيعرض نص الصلاة الربانية اللي كلنا عارفينها، اللي بتبدأ بأبانا الذي في السماوات. وفي صفحة 34 بيقول: واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليهم، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. صلوا هكذا 3 مرات في اليوم. نروح برضو لكتاب مشكاة الطلاب في حل مشكلات الكتاب للعلامة الأسقف الأنبا إسيزوروس. بيرد برضو على النقطة دي ويضيف لنا ملحوظة مهمة جدا. بيقول في صفحة 455 في مسألة رقم 188، بيقول: قالوا اللي هم النقاد وردت بعض عبارات إضافية في بشارة متى، وهي أولا: لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. وبيرد تحت في صفحة 256 بيقول: قلنا، يعني ده ردنا بقى، أثبت المحققون أن هذه العبارات المظنون أنها إضافية هي أصلية من الإنجيل. فالعبارة التي علينا أن نختم بها المسيح، التي ختم بها المسيح الصلاة الربانية، فضلا عن كونها ثابتة في نسخ عديدة قديمة، زي ما قال الأب متى المسكين وزي ما أنا قلت في بداية الفيديو، إلا أنه تبين لذوي البحث أن اليهود كانوا يختمون بها صلواتهم، وقد ذكر أحدهم صلاة اليهود تشبه الصلاة الربانية مختومة بمثل ذلك. يعني عادة اليهود إن هم لما بيجوا يصلوا بيختموا صلاتهم بعبارة
الزوكسولوجية اللي هي لك الملك والقوة والمجد، ان هو ينسب لله المجد في ختام الصلاة. طيب خلونا ناخد دليل على الكلام ده من العهد القديم. في أخبار الأيام الأول إصحاح 29 عدد 10 و11: وبارك داود الرب أمام كل الجماعة، وقال داود: مبارك أنت أيها الرب إله إسرائيل أبينا من الأزل وإلى الأبد. لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد، لأن لك كل ما في السماء والأرض. لك يا رب الملك، وقد ارتفعت رأسا على الجميع. ده مثال على ختام أي صلاة يهودية إنه بينسب الزوكسولوجية. أيضا دي موجودة في رؤية 5 لما بيقول: قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. فهنا بنشوف إنه العادة عند اليهود إنه في ختام الصلاة بيقولوا عبارة الزوكسولوجية. والمسيح كان أيضا إنسان يهودي عايش وسط يهود، فطبيعي إنه يختم الصلاة الربانية بهذه العبارة. ده كان رد مختصر على موضوع إن عبارة لك الملك والقوة والمجد هي عبارة محرفة ومضافة. لا، العبارة أصيلة في إنجيل متى، والمسيح قالها في ختام صلاته الصلاة الربانية، لأنه دي العادة عند اليهود في ختام أي صلاة عندهم إن هو ينسب في نهاية الصلاة الزوكسولوجية اللي هي العبارة الشهيرة دي. في النهاية عزيزي المشاهد، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتب لنا في التعليقات رأيك، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة، وشارك المحتوى مع اللي محتاجين محتوى في النقد النصي عشان غيرك يستفيد. ألقاكم على خير في فيديوهات قادمة، وسلام رب يكون مع جميعكم.